المملكة المتحدة رجع تاني عشان الحضور في مسيرة تومي روبنسون وحدوا المملكة. كان فعلا فوق الخيال. وكير ستارمر ممكن يكون خرج لأن الشعب البريطاني فعلا اجتمع علشان يوروا العالم هم فعلا حاسين بإيه ناحية الاستيلاء على مدينتهم. ودلوقتي مجرد تذكير لكل الناس اللي بتتفرج إن في حاجات مثيرة للاهتمام لازم تعرفوها عن إنجلترا دلوقتي، وبعضها فعلا مذهل، زي المعلومة الصغيرة دي اللي إيلون ماسك نشرها هنا. أكتر الدول اللي فيها اعتقالات بسبب التعليقات على الإنترنت المملكة المتحدة، واتضح إن الناس فعلا جابت آخرها. يلا نشوف مع بعض الروعة الحقيقية اللي حصلت. فالراجل ده كتب: أنا مش خبير سياسات، بس واضح إن البريطانيين العاديين عايزين بلدهم ترجع ليهم. دلوقتي فاكرين قد إيه الموضوع ده كان مثير للجدل بسبب كل الناس اللي كير ستارمر منعهم من الحضور؟ هو كان بيقول لا آسف، انتوا خطر على مجتمعنا، مع إنه لسه مش قادر يفهم إن الإسلاميين اللي بيحاولوا يسيطروا هم المشكلة الحقيقية. بس ده ما فرقش، الحضور كان أكبر بكتير بسبب كده. يا جماعة، يا له من احتفال بالقيم الإنجليزية، حاجة فعلا تستحق إننا نشوفها. وزي ما قلت لكم الناس بدأت تفتح عينيها، يعني شوفوا ده للحظة. فمع إني مش بحب الرسم البياني ده قوي عشان مش بحب الأطفال الصغيرين وهما بيشتموا، لازم نفتكر إن الناس بدأت تدرك إن في حاجة هنا مش صح، في حاجة في الاستيلاء ده مش صح، وإحنا ساكتين كل يوم. ده فعلا ده منظر ولا أروع فعلا. جربوا تستخدموا التعرف على الوجوه هنا وتمنعوا الناس دي أو تقبضوا عليهم، الموضوع مش هيعدي معاكم بسهولة. أهو تومي روبنسون في طريقه للمسيرة. بصراحة مش قادرة أتخيل الإحساس ده صح. أنت سايق عربية عشان حركة أنت فعلا اتعرضت فيها لتهديدات، حياتك اتعرضت للتهديد كذا مرة واضطريت تسيب البلد، وهنا عندك آلاف الناس اللي تجمعوا علشان يوحدوا المملكة تحت رؤيتك. تومي روبنسون بينشر، في الأول بيتجاهلوك، بعدين بيضحكوا عليك، بعدين بيحاربوك، بعدين بتكسب. يعني أيوة. يبدو أن تومي روبنسون فعلا بيكسب، لأنه بيتكلم باسم الناس اللي فعلا زهقوا من حكومتهم، زهقوا من الاستيلاء، زهقوا من الهجرة الجماعية، وزهقوا من إنهم مش قادرين يقولوا أي حاجة، لأن دي كانت طريقتهم في إنهم يقولوا حاجة. من كام أسبوع خرجوا وصوتوا ضد حزب العمال، لكن دلوقتي حرفيا في الشوارع بيقولوا إحنا هنا بأعلامنا، إحنا عارفين إحنا مؤمنين بإيه، إحنا عارفين بندعم إيه، ومش هنتراجع. وطبعا الهجوم على الإسلام كان جزء كبير جدا من الموضوع، يعني اتفرج على الجزء ده من الاحتجاج. يا له من لحظة رائعة للستات اللي هناك، اللي بيقولوا خلاص كفاية، يعني كده كفاية، لازم نقف ضد الحركة الإسلاموية تماما ونقف مع حقوق الستات بالكامل. وما فيش حاجة اسمها نص نص، ما فيش نص نص خلاص، لأن ما فيش وسط تاني. الناس دي عايزين ياخدوا كل حاجة مننا. دلوقتي الديلي واير، لا مش الديلي واير، الديلي ميل أظن، هي اللي نشرت الخبر الصبح إن كير ستارمر كان فعلا بيفكر يستقيل، وأظن كلنا نقدر نقول إن ده كان وقته. يعني مع السلامة، كفاية كده. على فكرة الحلقة دي برعاية كالسي، فلازم تنزلوا تطبيق كالسي وتستخدموا ميراكي عشان تاخدوا $10 لما تتداولوا. ب$10 كالسي حط فلوسك على توقعك. وللي لسه ما يعرفوش ايه هو كالسي، هو ببساطة
أكبر سوء توقعات في الولايات المتحدة. هو زي البورصة بس للتوقعات، واللي بيعملوه هنا إنهم بيوروك فعلا الناس حاسين بإيه بجد. وأعتقد هنا لما شفنا ده من كام يوم كان الموضوع متساوي تقريبا. دلوقتي باين جدا إن الراجل ده هيمشي. وده تاني لازم أقول، مش ممكن ننسب الفضل كله لتومي روبنسون، مش توني روبنسون. بس الحركة دي كانت نقلة كبيرة جدا 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 في إنها تدي الناس القدرة والصوت إنهم يقولوا بصراحة كفاية كده، احنا فعلا زهقنا خلاص. يلا نشوف تومي عامل إيه. ده تومي محاط بالأمن، يلا نشوف. أنا فعلا بجد يا له من احتفال لي، مش قادرة أتخيل. بصراحة اليوم اللي تومي روبنسون عمل لي فيه متابعة على تويتر أعتقد كان من أكتر الأيام المثيرة في حياتي. احنا في مسيرة ماشيين ناحية ميدان ترافالجار، الناس ماشية ولسه العدد مش كفاية، ميدان البرلمان مليان على الآخر، الناس كانت ممتدة من هنا لحد ما تحس إنك في عالم تاني، المسافة دي أميال. ده أكبر حدث في تاريخ بريطانيا، دي اللحظة نقطة تحول لبريطانيا، رسالة للقادة. ويليام جاهز للمعركة، تعالى احنا صاحيين، مش هنتراجع، احنا عايزين بلدنا ترجع. ده شكل القيادة الحقيقية بصراحة، حاجة فريدة، بقيناش نشوف ده كتير دلوقتي. الشخص ده إنيفيتابل ويست كتب الظهر هيكون مصير النخبة، مفيش حاجة هتوقف اللي بدأ. يعني ده جنون، فعلا جنون. بصي كم واحد حضر، في فعلا تغيير ضخم وكبير جدا، لأن ناس أكتر بقوا فاهمين إننا تقلنا نكون مؤدبين، وتقلنا نسكت، وتقلنا نقبل الحاجة دي. بس في كل مكان بنبص فيه الوضع بيزداد سوء أكتر وأكتر 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 وأكتر، وحكومتنا بتدعي إنها مع حقوقنا، بس هم مش كده. دلوقتي ناس كتير، وده شيء مثير للاهتمام، خايفين من المجموعة دي من الناس لأنهم حاسين إن دول متطرفين يمينيين. بس في المرحلة دي وأنا متأكدة إن في بعضهم فعلا يمينيين متطرفين، وعلى الرغم من اللي قريته وقدرت أستنتجه المسيرة كانت سلمية تماما، ومفيش أي حاجة حصلت كانت عنيفة. ممكن أكون غلطانة بس أنا دورت في الموضوع بشكل موسع جدا. الناس مش واخدة بالها إن موضوع المتطرفين اليمينيين تستخدم كطريقة لتخويف الناس، لأن كل الناس بتخاف من المتطرفين اليمينيين. ده بيخليكي متوترة، بتتخيلي جماعة الكوكلوكس كلان، وبتتخيلي الناس الضخمة دي اللي عنصريين جدا. وأنا مش بقول إن كتير من الناس دول مش عنصريين، أكيد في منهم كتير عنصريين، بس كانت حيلة دعائية عبقرية جدا من اليسار، فعلا عبقرية إنهم يصوروا الناس دول كأنهم كلهم مشكلة، هم كلهم إشكاليين، هم كلهم يمينيين متطرفين. ومع أن أغلبهم كانوا بيقولوا أنا بس عايزة أرفع علمي، يعني حاجة بسيطة كده، أنا بس نفسي أرفع علم. ليه؟ ده يعتبر حاجة مجنونة؟ ده فعلا بيرجع مجموعة كبيرة من القيم البريطانية، فهتلاقي ناس هنا بتتبنى الأصوات دي. مرة تانية افتكروا إن إنجلترا كانت تاريخيا مدينة مسيحية، بس دلوقتي بقت مدينة إسلامية، مش بلد مسيحي، بقت مدينة إسلامية، والناس بقوا خايفين يرفعوا علم الاتحاد البريطاني. احنا شفنا فيديوهات كتير لناس بيتقالهم إن العلم ده علم سيء جدا، ده علم خطير، في مشاكل صح؟ وعلى فكرة أهو كير ستارمر بصراحة أكتر راجل محرج على وجه الأرض، أكتر راجل محرج على وجه الأرض بيرد على الموضوع ده. المسيرة اللي هتحصل بكرة في لندن بتفكرنا إحنا بنواجه إيه في معركة قيمنا. المنظمين ومن ضمنهم بلطجية وعنصريين مدانين بينشروا الكراهية والانقسام بكل بساطة ووضوح. هدفهم إنهم يقنعوا الناس إن مشاكل بريطانيا سببها الناس اللي عايشين جنبهم. بس دي مش بريطانيا اللي أنا أعرفها، دي بلد اتبنت على اللياقة والعدل والاحترام، بلد بتكون في أحسن حالاتها لما الناس من خلفيات مختلفة بيتجمعوا لهدف واحد. دي بلدنا ومعظم الناس فيها بيشاركوا القيم دي، الأغلبية اللي يمكن مش دايما صوتها عالي بس لازم دايما هي اللي تعرفنا مين إحنا. عشان كده حكومتي مش هتمنع الاحتجاج السلمي، بس هنتصرف بحزم ضد الكراهية، وهنطبق القانون بكل حزم لما الكراهية دي تتحول لعنف، وهنمنع دخول أي حد جاي بريطانيا وعايز يثير الكراهية زي ما عملنا قبل كده.
لأن البلد دي بتاعتنا كلنا، ومش هسمح لأي حد يحاول يقف في طريق ده. صح، على أي حال. أيوه، مش أظن كده كياستاما. بجد ده اللي بيطلع دلوقتي؟ بيقولوا إنه جاهز للاستقالة. الراجل ده فعلا زبالة، وعرقان وتخين وبشع على الآخر، وهو قاعد كده بيقول عايزين يقنعونا إن بلدنا أتسيطر عليها عصابات الاستدراج والاستغلال الجنسي. كلنا بنحب التنوع، مفيش حد عنده مشكلة مع التنوع. المشكلة مش في إن في ناس تانية عايزة التنوع وبيجتمعوا مع بعض، دي مش المشكلة يا كريستاما. وجي الوقت اللي حد يشرح لك فيه لعقلك الصغير، لو انت مش فاهم الموضوع، إن الناس عايزة تفتخر بقيمها وتجيب ناس تانية متوافقة مع القيم دي. بما إن اللي بيحصل من استيلاء متطرفين إسلاميين غاضبين مش متوافق بالضبط مع القيم المسيحية، وانت قررت تهاجم الناس اللي فعلا متوافقين مع القيم دي، يتهيألي إنك ممكن تكون غلطانة شوية في الموضوع ده. على أي حال، وقت ما أنزل الفيديو ده ممكن تكوني خلاص خرجتي من المنصب، ويا رب يكون ده خير للجميع. نشوف إيه اللي هيحصل. وشغل كويس يا تومي روبنسون، عملت شغل كويس وانت بتدافع عن المملكة المتحدة. المملكة المتحدة كانت بدأت تقع، بس يمكن دلوقتي في فرصة إنها ما تقعش خالص. شكرا على اهتمامك بالموضوع ده.